أهلا وسهلا يا جماعة، يلا بينا نرجع شريط الزمن لأيام الأبيض والأسود. النهاردة معانا فيلم جامد جدا، البوليس السري، بطولة عبقري الكوميديا إسماعيل ياسين. شدوا الأحزمة ويلا بينا نبدأ الفيلم. إسماعيل شغال في البوليس، بس يا عيني لا عنده رتبه ولا سلطة. هو بس عنده ابتسامة وخطوبة مهددة. عايز يتجوز بنت خاله وزة، بس مرات خاله شويكار اللي دايما حاطة دماغها في الترند معترضة وبتقول مش هجوز بنتي لواحد بيجري ورا الحرامية وبيضحك زي العيال. يعني لا حب ولا أمان وظيفي. ربنا معاك يا عم إسماعيل. بس المفاجأة إن المجنون طلع مش مجنون، ده طلع أذكى منه، لابس إسماعيل في الحيط وهرب. وإسماعيل رجع القسم وهو بيقول أنا اللي كان المفروض يتنقل المستشفى. وده اللي حصل فعلا. خاله عبد ربه اللي بيشتغل على طريقة جدي لما بيشوف فيلم أكشن وبيقول هعمل زيه، قرر يلبس شخصية مخرج سينما ويدخل المستشفى ويقولهم إحنا بنصور فيلم. وفجأة المجانين بيمثلوا والدكاترة بيصفقوا، وكل ده عشان يخبوا المصيبة إن المجرم هرب والمخبر اتجنن. يعني تحس الفيلم عامل زي مسرح مصر بس من الستينات. إسماعيل والضابط بكير عبد السلام النابلسي بيدخلوا كباريه علشان يمسكوا العصابة. إسماعيل متنكر في رقصة إسبانية ولابس فستان ومجوهرات بلاستيك بتلمع كأنها جاية من محل لعب أطفال. والصول بكير لابس بدلة سودة وبيقول أنا الدون كابيلو. المجرمين اتخدعوا وقالوا دي بنت نسرق المجوهرات. وبعد ما الدنيا ولعت، البوليس دخل ولقط العصابة واحد واحد. وفي الآخر الخال عبد ربه اللي كان فاكر نفسه بيصور فيلم طلع هو اللي مسجل الحكاية. وفي الآخر تم الصلح وتم القبض وتم القفش وتم الفرح. إسماعيل أخيرا هيتجوز وزة والدنيا بقت حلوة. بس الصول بكير فجأة يديله مهمة جديدة، نفس اللي بدأت الفيلم. يوصل مجرم للمستشفى، وإيه اللي حصل؟ المجرم هرب تاني. يعني الفيلم بينتهي زي ما بدأ، بس الفرق إن إسماعيل دلوقتي معاه خطيبة وخبرة. فيلم البوليس السري من أكتر أفلام إسماعيل ياسين اللي فيها تنكر، تمثيل وتحقيق، وفشل في المهمات بطريقة كوميدية عبقرية. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك وفعل الجرس، ده بيشغل فيديوهات الكلاسيكيات. وسيب لي في الكومنتات تحب ألخص لكم فيلم إيه المرة الجاية. سلام يا أجدع جمهور في الدنيا.